لو نفسك تحمّري الفرخة بعد ما تسلقيها بس مش عايزة تحمّريها في الزيت، وكمان لمّا بتدخّليها في صينية في الفرن الجلد بيلزق في الصينية وما بتاخدش اللون اللي أنتِ عايزاه، تعالي أقول لِك إزاي نعملها بكل سهولة ويبقى كمان طعمها تحفة جدًا واللون هيعجبِك جدًا، جدًا بإذن الله. هنجيب الفرخة بعد ما نسلقها هنسيبها تبرد تمامًا، بعد كده في طبق هنحط معلقة واحدة بس من الزيت، عليه ملح وفلفل وتوابل فراخ ومعلقة من التومية هيدّيكِ لون وطعم وريحة للفراخ خطيرة. هنحط كمان معلقة كبيرة من صلصة الطماطم أو معلقة كبيرة من الكاتشب، ونقلب كويس جدًا ونجيب الفرخة بتاعتنا بعد ما بردت وندهنها كويس جدًا من كل ناحية بالخلطة اللي إحنا عملناها. هنجيب بقى السيخ بتاع الشواية ونركب فيه الفرخة ونثبتها كويس جدًا، هتدخل تحت الشواية أقل من 5 دقايق هتاخد لون وريحة وطعم كمان حلو جدًا، جدًا. لو عايزاها بطعم وريحة الشوي هتولعي فحمة، أول ما الفراخ تاخد لون هتحطي الفحمة في الصينية اللي تحت الفرخة اللي طبعًا نزّلِت فيها الدهون، وتقفلي الفرن وتسيبيها شوية وهتاكلي